امبارح كنت ببرمج بوت خاص بإدارة الجروب على التليجرام. بكل بساطة أنا المفروض إن أنا عارف بايثون وإلى ذلك، وشايف نفسي إن أنا عارف يعني برمجة. فدخلت في نقطة أنا كنت حرفيا معرفش إن أنا مش عارف فيها. والأمور تمام، المفروض إن أنا بحاول أعمل سكاجول أو حاجة زي منبه أسبوعي في مدة معينة. فدخلت عند وصلت لحد النقطة دي، عرفت إن ده اللي بيعمل الجزء ده، ولكن أنا برضو مش فاهم إيه اللي جوه قبل ما أحط تاني. رحت دخلت في وقت ما دخلت على المنظر ده اتخضيت طبعا، لان انا مش فاهم ايه كل الكلام ده. طبعا في الاول كنت هبحث في شات جي بي تي، ولكن قلت لا، اصبر، لان في الاول انا عايز افهم الكلام ده، انا عايز افهم الدنيا دي كلها. صبرت طبعا، عرفت ان دي مثلا اسمها السيجنتشر، وده بدي وحوار استدعاء بعدين ارجس. وبدات اجمع ممكن باترن او انماط لحد ما فهمت الدنيا كلها ماشيه ازاي في الجزء ده، وفهم الجزء ده خلاني افهم كل الكلام ده. بعدين بكل بساطة رحت بنيت، ولكن قلت أتأكد برضو من شات جي بي تي عشان لو عملت رن لسه استنى 7 أيام عشان أتأكد من الكلام ده. فالمهم طبعا أعطاني معلومة كل حاجة تمام ما عدا الجزء ده تقريبا، أو الجزء كان اللي هو الجزء ده. ولكن هو تصحيحه ليا من وقت ما أنا من قراءتي هو اللي غلط، مش وأنا اللي صح. فدخلت طبعا بعت له الكلام ده، قال لي إيه أنت اللي صح. فأنا بالنسبة ليا طبعا هو ممكن نقول ان شات جي بي تي في معظم الاوقات ممكن يكون صح، ولكن انا في النقطه دي صراحه كان هيوديني ورا الشمس. فانا اسبوع كنت هتبهدل، وكان الجروب كان ممكن يحصل فيه مشكله بسبب المنبه اللي بيتعمل ده. فبكل بساطه اول حاجه انبسطت ان انا قاومت مقاومتي، وان انا قعدت حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع حاسس نفسي ان انا غبي ومضغوط من جوه عشان انا مش فاهم الكلام ده كله ازاي، وانا كنت افكر نفسي فاهم. آه وفهمت. والحاجة التانية إن أنا برضو خدت بالي من أهمية الدوكيومنتيشن دي، بحيث إن الدوكيومنتيشن تعتبر المانوال للشيء بحد ذاته، اللي هو اللي عامل الحاجة هو اللي كاتبها. لكن بالنسبة للشات جي بي تي أوقات بياخد المعلومات دي وممكن ياخد جزء ويسيب الجزء التاني اللي هو الجزء اللي تحتيه كان فيه التعديل، وهكذا. خلاني أفكر تاني وأنا بعمل أي حاجة معاه، خاصة في الحاجات اللي هو ممكن بتتعمل زي حوار الكودينج. أنا مش بستخدمه في الكودينج خالص. فبس بكل بساطة حاول تقرأ الدوكس الخاصة بأي حاجة، كل حاجة تقريبا لها دوكس، وحاول تقاوم الضغط اللي بيجيلك وقت ما انت بتخش في منطقة انت مش عارف عنها أي حاجة، ومع الوقت هتعرف كل حاجة. وبس، سلام.